السلام عليكم متابعينا الكرام، جبت لكم هذا الرابط الحصر السريع لبرنامج تحميل نتائج السادس الإعدادي. إنه بس تدخل رقمك الامتحاني يعطيك النتيجة كاملة. طبعا الرابط مال تحميل البرنامج راح أخليكم إياه بصندوق الوصف. راح أعلمكم شلون تستعملونه. طبعا هذا الرابط، اضغط على الرابط. أول شي تختار المتصفح، راح يحولك اللي صفحة وزارة التربية اللي تنطيك هذه الواجهة مثل ما تشوفون. تقدرون اصلا من خلال هذا طالع قدامك تختارون فرع الاحياء ادبي تطبيقي، ومن عنده تختارون رقم الامتحان وتضغطوا ابحث. وتقدرون ايضا عن طريق هذا المكتوب هنا تحميل تطبيق النتائج على هواتف الاندرويد، انه فقط تضغطون على الرابط تحملون تضغطون على الرابط ويختار من عندكم بين الجوجل شو يسمونه الجيميل اللي عندكم. تختارون الجيميل تعطوه موافق، اي جيميل تختاروا تعطوه موافق. راح يحولكم على جوجل درايف، جاري فتح جوجل درايف. من عنده تختارون إدارة تثبيت الحزم، تضغطون عليها. أنا حطيه الغالي لأن مثبته. ورا ما تكملون هاي الإجراءات تفتحون البرنامج اللي هو هذا البرنامج. هاي واجهة البرنامج. تختارون مثلا الفرع الإحيائي، تضغط على الفرع الإحيائي، تكتب هنا الرقم الامتحاني وتعطيه ابحث. بس تكتب رقم الامتحان تعطيه ابحث، راح يوصلك للنتيجة الكاملة لكم إن شاء الله. هاي كان شرح كامل لهذا البرنامج. يا ريت انه تشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد عن طريق تقديم والاعتراضات، وكل شيء راح يوصلكم من قناتنا، قناة البطاقة الوطنية الموحدة. راح اخليكم رابط البرنامج في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.